كل ايه؟ فشار. فشار؟ اه. وبما ان الاستاذ طلب فشار فانا لازم اعمل له فشار وبالكراميل كمان. جبت حله صغيره وحطيت فيها معلقه زيت ونص كوبايه فشار اللي هو ذره فشار يعني، والذره لازم يكون نوعيه كويسه عشان خاطر في ذره اصلا ما بيطلعش فشار اساسا، بيتحرق على النار وما بيطلعش. هنغطي الحله بتاعتنا ونشوفها كده نراقبها، لقيناها ما شاء الله من اول دقيقتين بدأ يفرقع زي ما انتم شايفينه. لدرجة انه ملى الحلة وطلع الغطا من الحلة كمان. بسم الله ما شاء الله، كانت كمية كبيرة جدا. هنفضي الكمية دي بقى في طبق اكبر، لان في الحلة الصغيرة دي مش هنعرف نحط الكراميل عليها ولا نقلبه. فالطبق اهو ونزلنا بالكمية كلها ما شاء الله، نص الكوباية عمل كمية كبيرة جدا. نجيب طاسة ونحطها على النار ونحط كوباية سكر وعليها ربع كوباية من المية ونقلب فيها بقى زي ما هتشوفوا كده. نفضل نقلب لحد ما يغلي معانا كده بالطريقه دي. واول ما القوام يتقل نجيب معلقه بيكنج باودر او بيكنج صودا ونحطها عليه ونقلب بقى. دي اللي هتدينا اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، لون في منتهى الجمال. واول ما يدينا اللون الذهبي لازم نطفي عليه على طول عشان ما يتحرقش. وصلنا للون اللي احنا عايزينه، هنشيل بقى من على النار ونروح على البوب كورن اللي احنا عاملينه او الفشار ونغرق كله يا معلم وقلب. ونكون جايبين ورقة زبدة حطيناها على الرخامة بتاعة المطبخ ونحط عليها الفشار بتاعنا، واول ما يبرد نبدأ نفككه من بعض كده، هيطلع معاكم زي اللي في السينمات واحسن كمان. المهم خدت واحدة اديتها لسليم قلت له اتفضل، وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا ربنا يفك كربهم. سلام.